إخواني أبنائي، أما التدخين وما أدراك ما التدخين، فالتدخين أمره للأسف مشين. وقبل أن أبدأ بتعداد مصائب التدخين وأضراره يجب أن نؤصل أمرا مهما، وهو أن التدخين حرام، وذلك للقطع بضرره اليوم. ومن قال بغير ذلك فقد أباح الحشيش والمخدرات والخمور، لأن التدخين والحشيش والمخدرات أضرارها متساوية تقريبا. والتدخين يا أخواني أكثر ضرر على مجتمعنا من الكحول وغيره. وقد دار بيني وبين أحد المدرسين حوار، وكنت في مدرسة ثانوية، وحين بينت حكم الدخان قام لي المدرس وقال لي: يا شيخ الدخان ليس حراما. قلت: ليش؟ قال: أريد آية في كتاب الله يقول الله فيها: حرمت عليكم الدخان. فقلت له: أنت تأكل البرتقال والتفاح والموز؟ قال: نعم. قلت: أبغى آية في القرآن يقول الله أحل لكم البرتقال والتفاح والموز. قال: ما فيه. قلت: وأنا ما فيه. القرآن مو كتاب مطعم يسرد لك الأطعمة كلها يقول هذه حلال وهذه حرام. القرآن منهاج أمة، جعل لك ميزان في سورة الأعراف، قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل الطيبات ما ضيق الله علينا شيء، كل من اللحم والشحم والموز والبرتقال والتفاح والعسل والتمر والزبيب واللبن والحليب، كل من آلاف الأشكال، لكن الخبائث محرمة. فقال لي والعياذ بالله، وكان رجلا منكوسا، قال لي: الدخان من الطيبات، أنتم المطاوعة الدخان عندكم من الخبائث، أما نحن أصحاب الدخان فنحن الدخان عندنا من الطيبات، وما دام من الطيبات فالله يقول يحل لهم الطيبات. فقلت له: أنت متزوج؟ قال: نعم. قلت: وعندك أولاد؟ قال: نعم. قلت: إذا رأيت في يد ولدك حلوى تزعل؟ قال: لا. قلت: وإذا رأيت في يده سيجارة ترضى؟ قال: لا ما أرضى. قلت: ليش؟ قال: لأنه بطال. قلت: بطال يعني خبيث؟ قال: نعم خبيث. قلت: يعني حرام؟ قال: نعم حرام. طوالي كانت لوثة في مخه وانتهت، وأدخل يده في جيبه وأخرج البكت، فأخذ البكت وعصره بين يديه ثم وضعه تحت قدمه وداسه، وقال: أعاهدك بالله يا شيخ أنني تائب إلى الله. هذا تقرير منظمة الصحة العالمية من 6 أشهر. التدخين يقتل في بلادنا في آسيا 1 كل 10 دقائق، وقتل في آخر 10 سنين في أوروبا 60 مليونا. سبب موتهم المباشر كان التدخين، هو السبب الأول في موتهم. وفي مغسلة الأموات. هذه القصة يا أخواني الذي أريد أذكرها أنا وقفت عليها. القصة قصة مدخن. هذا المدخن الآن هو في قبره، أسباب موته التدخين. عندما دخلت على هذا المدخن، هذا الميت الذي الآن هو في قبره وسوف يبعث على ما مات عليه، عندما دخلت أريد أغسله رأيت يخرج من فمه من خشمه شيء مثل الحبر. ما هي إلا لحظات يا أخواني أشممت رائحة الدخان. أنا ظننت إن في أحد بجواري ولع السيجارة. يوم ألاحظ يا إخواني أناظر إلا هذا الريحة التدخين تنبعث من هذا الميت، والآن هو في قبره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. يا أخي الكريم، هل تريد تميت هذه الميتة؟ ما في إنسان يبغى يموت هذه الميتة، كلنا نريد ميتة الحسنة. يا أخي الكريم، أنت طيب، لا تشرب إلى طيب. يا أخي الكريم، هذا لسانك اللي يذكر الله، والله ما تستاهل هذه السيجارة تأتي بهذه الشفاة. فلا تغتر بشبابك، لا تغتر بصحتك يا أخي فاضل. كم من الشباب الذين ماتوا من سبب التدخين. واسمع حديث خطير والله العظيم، لو تتأمل هذا الحديث وخطورة هذا الحديث والله ما تعصي الله أبد، لا في السيجارة ولا في الشيشة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طويل: من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إي نعم، انتبه يا أخي الفاضل، هل بعد هذا كله تستاهل السيجارة أن تشربها وتتعب علشانها؟ القرار بيدك. قم الآن وضعها تحت قدمك لله جل وعلا، وخذ بدل منها المسواك. همسات لمن أراد النجاة. أولا، التوبة الصادقة لله. ثانيا، الإكثار من الدعاء. ثالثا، المحافظة على الصلوات في وقتها، وخاصة صلاة الفجر. رابعا، المحافظة على السنن الرواتب. خامسا، الصحبة الصالحة.
والابتعاد عن صحبة السوء. 6. قراءة القرآن بشكل يومي ولو 5 دقائق. 7. المحافظة على أذكار الصباح والمساء. 8. عدم تذكر الماضي بكل أشكاله وإتلاف ما لديك من ذكريات. 9. استماع الأشرطة النافعة. وأخيرا لا بد أن يكون لديك عزيمة مصرة. وتذكر: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. جوال تذكر.